الحلقة ال 12 من برنامج بسمة عمل. هنتكلم عن صاحب البيزنس اللي بينام نص نومة. في نوع من النوم ما يتوصفش غير بكلمة واحدة: نص نوم. تدخل السرير تطفي النور بس عقلك لسه شغال. الدفعة دخلت، الموظف اللي قال هيمشي هيكمل، هو الفرع الجديد ده قرار صح ولا غلط؟ طب دي غلطة كبيرة ان احنا نتوسع افقي او رأسي. لو انت صاحب بيزنس انت فاهم الجمل دي اكتر من اي حد، لانك ببساطة بتشيل كل حاجة. انا اعرف صاحب شركة صغيرة كان بيقول لي يعني ايه اشتغل 12 ساعة؟ انا بشتغل 24 ساعة حتى وانا ساكت دماغي شغالة. المشكلة مش في الشغل ولا في التعب، المشكلة انك لما تكون صاحب البيزنس محدش بيحضنك في الغلط، ومحدش بيطبطب في الضغط، ومحدش بيقولك انا شايل معاك. بس خليني اقولك حاجة مهمة جدا، تعرف ان اوقات الحل مش انك تشتغل اكتر ولا انك تحل كل حاجة بنفسك. اوقات الحل انك تعيد ترتيب دماغك. رسالتي ليك النهاردة: القلق مش هينتهي بس ممكن يتنظم. ونصيحة عملية خلينا نعملها سوا: خصص كل ليلة قبل ما تنام 10 دقايق بس، 10 دقايق بس. اكتب 3 حاجات: ايه اكتر حاجة عاملة ضغط عليك؟ ايه اكتر او ايه القرار اللي انت مأجله ومش قادر تاخده؟ ايه اكتر حاجة تقدر تفوتها ومش لازم تعملها بنفسك؟ بعدها حط خط تحت كل حاجة مش في ايدك دلوقتي وسيبها. المفروض انك تفكر كرجل اعمال مش كآلة. سؤالي ليك النهاردة: ايه الفكرة اللي لو نفذتها النهاردة هتوفر على عقلك ساعتين قلق؟ اشوفكم في حلقة جديدة من برنامج بسمة عمل.